والنائب ذاته عارف انه الدوله دي ماشيه تنفصل. الناس الراكبه في المشتركه، الراكبه في كروزرات بتاع المشتركه يوعوا الخطر، بيعرفوا انه مشكل سقوط على اساس انه خلاص الدوله دي ماشيه تنفصل على اثنين. فهل انت حتقعد تاني في الشماليه، ولا هل انت حترجع تاني دارفور، ولا هل حتجي تقعد تاني توقع مع الدعم السريع، ولا حتجي تعمل شنو؟ ففي في 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 زي ما بقولوا لغز هنا ما معروف. فنحن ذاتنا محتاجين لاجابات للاسئله دي. تشارينا كمان بنخاف، نحن نقولها كده وعينا في عيونكم، الحرب تمشي الشماليه، المشكله وين؟ اذا الحرب دي ما وصلت بيوتكم اقسم بالله ما بتوقفوا الحرب دي. انتوا تتذكروا الدعم السريع ده اول ما قال احنا ماشيين الشماليه وصلوا مروي، انتوا شفتوا كان الميديا دي كان قايمه كيف؟ كان في فنان بيغني؟ كان في فنان بيغني؟ شهر 7 وشهر 5 وشهر 4 كان في فنان بيغني؟ ما كان في فنان بيغني. هل كان في حفلات؟ يا اخي احنا العرس الواحد ده ما كنا قاعدين نشوفه يا اخي، عرس ما كنا بنشوفه يا اخي. لكن الحاجه دي لو ما وصلت بيوتكم ووصلت الخطر دي ما حسيتوها زي ما نحن حاسين بها. ما الزمن ده حتقولوا يا اخي انه الحاجه دي حقيقيه. لكن وانا والله ليه تاريخ اللحظه بقول الحرب دي اذا ما وصلت الشمال والله ما بتقف، ولحد ما تسقط دارفور كلها، ولحد ما شفت تسقط كردفان كلها، حيمشونا نحن الزول ده حاقد. يا اخي انا احقد بشر في الدنيا ده، رايك شنو؟ وانا بمثل نفسي يا اخوي، لا كلامي ده انا بمثل غدا النووت ولا بمثل سالم ولا بمثل تنجا. ده انا عندي منصتي وبشخصيتي ولا بخاف من راجل وعمري ما بخاف. لكن الحرب دي واضح، اذا انت ما واضح لك انت، انا والله عن نفسي ده كويس انجبني راجل وبقول الحق في وش اي راجل. الحرب دي اذا ما وصلت الشمال والله العظيم البرهان نفسه بوقف الحرب دي، والله العظيم اذا ما وصلت الشمال الحرب دي في حد ذاته. حتى القيادات العجائز والعنصريين اللي قاعدين في مفاصل الدوله دي والله بكره يجروا يقعدوا مع الدعم السري ده يقول لهم يا جاس احنا المفروض تاني بعد نبني دولتنا، احنا تاني المفروض بعد تاني نقعد كابناء وطن زي ما كانوا ابناء وطن زمان. حاليا تاني حيقول لنا احنا نقعد كابناء وطن. هسه حاليا لو انت لو متفق معايا يا غدا النووت، ما في زول فيهم في الجيش السوداني بيتكلم عن الدعم السري، ما في زول فيهم بيتكلم عن الجنجويد. كل ما في الامر يتكلموا لك عن قحاطه، عن منو ده كل الحوارات. ما في زول قاعد يدينا الدعم السري. ايه ما في زول قاعد يدينا الدعم السري. ايه ما في زول قاعد يدينا الدعم السري. سواء كان الدعم السري قتلتنا، حجرتنا، طلعت ميتيننا، كترت اخواننا، كترت ابنائنا، كترت امهاتنا، ما قاعد يهمهم في شيء. كل ما في الامر بيهمهم الساحه السياسيه بتاعتهم، انه القحاطه ما يجوا يحكموا، انه القحاطه ما يغيروا الوعي بتاع الشعب السوداني. انت ده تيجي تقول لي يا اخي انا عنصري، يا اخي انا ميتين عنصري ذاته يا زلمان، ما عندك اي شغله يا زول. الحرب دي لو وصلت بيوتكم انتوا وقسما بالله العظيم والله ما بتوقفوها. لكن هيهات يا معلم، الناس دي ماشيه تفوق، وان شاء الله اخواننا الراكبين في الكروزرات سواء كانوا في الجيش السوداني او سواء كان في المشتركه يفوقوا ويعرفوا انه الخطر دي وصلت لامهاتهم. شكرا كثير. تسلم كثير جدا. انا ما هسي انا برجع للكلام بتاع مناوي ده، برجع لكلام بتاع مناوي. انت زول رجل بتاع دوله، انت طلعت كتبت كلام في صفحتك. الكلام ده ما كلامي انا ولا انا اخترعت الكلام ده من راسي، انت كتبته في صفحتك. الكلام اللي انت كتبته في صفحتك ده من المفترض ما تكتبه في صفحتك، مفترض تمشي تقوله للقائد العام ولا القائد الاعلى، تمشي تقوله لرئيس الوزراء، تدق الباب. انا قبل وريتك قلت لك تدق الباب، تقول له يا استاذ، يا السيد رئيس الوزراء، في حاجه واحد واثنين وثلاثه واربعه. انت في كلامك ده انا خليتني ننتبه لثلاث حاجات. الحاجه الاولى غيابك انت من عمليه بتاعت المشهد، والدليل انه انت قلت للمفاوضات الماشيه للهدنه دي تدار خلف الابواب. كيف انت تطلع يا سيد الحاكم وتقول خلف الابواب؟ انت ما قاعد ورا الباب ده؟ الباب اللي بيتكلموا فوقه عن الهدنه ده وعن الاتفاقيه ده انت ما قاعد معه؟ طالما انه انت قلت في غموض قاعد يجتاح المرحله الهسي دي، معناته انت برا الشبكه. انت برا الشبكه، انت فاهم الحاصل شنو، لكن انت منتظر زمنك يجي وزمنك ما جاء. خوفك انت من العمليه بتاعت المرحله الجايه دي، والمرحله دي بدات من زمان يا سيد الحاكم. والدليل انه الليله القاعد يقاتل في الميدان القوات المشتركه فقط. كان في كردفان القوات المشتركه، كان في دارفور القوات المشتركه هي اللي قاعد تقاتل، والقوات المشتركه قاعد يفرض عليها عمليه بتاعت القتال، يفرض علينا عمليه بتاعت القتال، لانه الليله هسه الجنجيد قاعدين يقاتلونا في اراضينا. نحن عندنا حق الدفاع عن نفسنا، قاعدين ندافع عن نفسنا هسه حاليا في مناطق بتاع شمال دارفور وشمال غربي دارفور. الليله في مناطق بتاع كردفان قاعد يتم الهجوم على مواقع موجوده فيها القوات المشتركه، وما بيقعدوا بيشوفوا العدو يجي عشان بكره يجردهم من سلاحهم او يجي يقتل ابنائهم.
لابد من انه هم يتقدموا يقاتلوا، ده القتال مفروض عليهم. لكن سؤال، اين الجيش السوداني من العمليات اللي هسه حاليا ماشيه في الدوله السودانيه؟ ما في. ده معناته شنو؟ معناته الجيش السوداني متفرغ للعمليه السياسيه. انت الليله بتشوف انه في صلاحيات ليطلع ابراهيم جابر يتكلم عن عمليه بتاعت التنميه وعمليه بتاعت الاقتصاد، ويتكلم لك عن عطبره فوق 350 مصنع، وما في زول قاعد، ما في زول متعلم، ولا ما في زول شايل شهاده، ما شغال. الليله والي الخرطوم، والي الخرطوم بيتكلم عن عمليه بتاعت اعاده واعمار المدينه، اعمار العاصمه المثلث. يا اخي والله مصطفى، والمطار يا اخي، واعمار المطار والاستقبال يا اخي ده انا لما نشوف يا اخي انا سبيت دين، ده مشروع انفصالي بحت يا مان والله العظيم. يعني كامل ادريس بذاته ماشي يشوف المطار وتفاصيل زي دي، وانت عندك معارك لسه ما انتهت، انت بتضرب لي بوهيه في شارع النيل وتفاصيله، وماشي فاتح لي حدايق جهاد ولا حدايق منو، وانت عندك حرب لسه ما انتهت. اعمر شنو وجد شنو يا مان؟ فانا بالنسبه لي قلت لك ترتيب للدوله الجديده بصوره واضحه جدا. شباب معلش ما قطع لكلامك. لا الفرصه ذاتها حقتك، واصل طوالي. شوف والله يا جماعه، انا بعيد عن الفضاء السياسي. ليه؟ لانه السياسه دايره شنو؟ دايره شويه مع دول وشويه مع دول، عشان ترضي دول وعشان ترضي دول. انت لو زول دوري الناس بتكرهك، لانه الشعب السوداني بيحب العاطفه بصوره مطلقه. بيعلو عاطفه انت زوله بتسوقه بتوديه اي مكان. نرجع لك جيب اول مبادره الحرب يا مصطفى. انا قلت لك شنو؟ قلت لك شوف الاخوان المسلمين في 3 رجال ادوهم كف عمره ما بينسون: دكتور جون جرن، خليل ابراهيم، حمدان الهالك. ديل 3 رجال ادوا المركز كف ليوم الدين ما بينساوا. فبالتالي شنو؟ المركز عنده ذاكره سياسيه قويه جدا مع الحركات المسلحه، مع المعارضات، مع التفاصيل دي. بالنسبه له هو داير يمكن سلطته. يا جماعه بالمناسبه الناس اللي ماسكين الديركسيون بتاع الدوله دي، معلش ممكن الليله تشوفوا يسترين الحقيقي بصوته الحقيقي برايه الحقيقي. الناس اللي ماسكين ديركسيون الدوله دي لو يقسموها على 5 ما بيخاطروا بسلطتهم وبسلطه اهلهم ولا بيخاطروا بناسهم. لو يقسموا السودان ده على 200 دي الايديولوجيا الفكريه اللي عندهم، ما بيهتموا لاي مواطن سوداني. الشيء الثاني شنو؟ الشيء الثاني الشعب السوداني بيحب سياسه القطع، بيحب انه يبيعوا له عاطفه ويهللوا له ويكبروا له بصوره مطلقه. لو بدات الحرب انا قلت لك شنو؟ قلت لك حاليا بعد تكوين حاجه اسمها القوات المشتركه او مسار دارفور بصفه عامه، بقى عندك كتله موحده مسلحه بتحمل فكر ثوري موحد. ده بالنسبه لهم خطر اكبر من الدعم السريع بملايين المرات. ليه؟ لانه ده عنده خبره قتاليه اكثر من 30 سنه، بيقاتل في المرخيات، بيقاتل في الصحاري، بيقاتل و اتمرد الدعم السريع. بقى عندهم شنو؟ بقى عندهم قوتين. لو الناس زي كان يتحالفوا مع بعض كان اسقطوا حكم المركز بصفه عامه. المركز عمل شنو؟ شيطان الدعم السريع عمل الكومبلاسيه، جاب بدله شنو؟ جاب بدله القوات المشتركه. يعني شال زول وجاب بدله زول. لما انتهت المرحله الاولى بتاعت الدعم السريع طردوه من الخرطوم ودوه دارفور، بقى شنو؟ بقى عندنا عقده بقى عندنا عقده اسمها القوات المشتركه. انا قلت لك القوات المشتركه مركزها الاسمي ومركزها القبلي ومركزها كله في دارفور، في الفاشر تحديدا. دي الحاكوره بتاعته، الفئه الامداد العسكري، الفئه الامداد بتاع السلاح، الفئه الامداد بتاع المقاتلين، باعتبار انه زي الباور بانك. دي القوه حقت الشحن. عشان القوه دي انت تضعفها وعشان تدمر العتاد اللي عندها، مع انه القوات المشتركه تسليحها ذاتي، ما تسليحها من الدوله السودانيه، تسليحها من ابناء المغتربين برا، تسليحها من العلاقات الدوليه، تسليحها من الاستراتيجيات بتاعتهم هم. تعمل شنو عشان تضعف القوه دي بعد انهيار الجيش، ما تاثر معك لقدام في المرحله بتاعت ما بعد الحرب. دخل في محرقه مع الدعم السريع يا زول. الدعم السريع يشيل شنو؟ يشيل يا زول النقطه اللي بيرتكزوا فيها اهلهم، يشيل النقطة اللي بتمدهم بالجنود، يشيل النقطة اللي بتمدهم بالذخيرة، يشيل النقطة، يشيل الطينة، يشيل وادي هور، يشيل المناطق دي كلها يا مان، يشيل الدعم السريع بصورة مباشرة. ليه؟ لأنه دي نقطة إمداد بالنسبة للقوات المشتركة، لأن القوات المشتركة حاليا بقت أقوى من الدعم السريع. لو جينا للحرب ذاته لولا تدخل القوات المشتركة لكان السودان مشى لمرحلة ثانية أو لمنحنى ثاني. الأخوان المسلمين عارفين، دي أحفاد خليل إبراهيم، عارفين الفكر الثوري حقهم، عارفين تفاصيلهم، عارفين مطالبهم، عارفين أي شيء دايرينه. فبالتالي دخلوا في محرقه مع الدعم السريع. الكلام ده انا قلت لك من اول مره، وقلت لك شنو؟ انت ذاتك كان ذكرت الحاجه دي، قلت لك اول مشتركه تخوض الحرب دي بصفه قبليه عشان الموضوع ده ما يمشي لجهه ثانيه، لانه الموضوع ده بيكون فيه تطهير عرقي بحت. وشفنا شفنا في كرنوي، وشفنا في غيره في الطينه، وشفنا في معسكر زمزم، وشفنا التطهير العرقي ده عامل كيف. لانه القوات المشتركه دخل، يعني في ناس متحدثين سابوا الموضوع ده بشكل اسمي. فبالتالي شنو؟ دمروا الحواضن، دمروا الاهل، حرقوا الناس، قتلوا الناس، وكلنا جينا بكينا الفاشل الفاشل الفاشل. لما لا بيتكلم لك عن الفاشل، ده بيتكلم لك عن انسان زمزم، ده بيتكلم لك عن الناس اللي في الطينه، ده الناس اللي بيتكلم لك في المعسكرات الفيجات، معسكر ادري وغيره 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 وغيره.
ما فيها انسان. الناس دي بقت تعمر، الناس دي بقت تضرب بوهيه، الناس دي بقت تفتح المطار، الناس دي بقت تسوي اي شيء يا مان. ليه؟ لانه انا بالنسبه لي زي ما قال مناوي، كونه حاليا المؤسسه العسكريه تتفاوض بشكل تاسيس ولا الدعم السريع يا جماعه، كده انتوا خطوا نقطتين في التفاوض بتاع الهدنه. لما تمشي للترابيزه بتاعت الرباعيه ولا السعوديه ولا امريكا، قاعد تتفاوض معهم على شكل انهم هم حكومه شرعيه اسمها تاسيس ولا كجهه عسكريه اسمها الدعم السريع. خطوا خطين في النقطه دي. لو كجهه سياسيه اسمها تاسيس، ده اعلان مباشر جدا للاعتراف بحكومه تاسيس في الغرب. بس دي خدها في بالك. حاليا انتوا لو عندكم تواصلات ولا كده، اسالوا مناوي خليه يطلع لكم عديل بيان انه التفاوض القايم ده قايم الدوله السودانيه بقياده بقياده برهان مع تاسيس بهناك بقياده الجماعه ديرك بهناك في المؤسسه بتاع التاسيس، ولا كدعم سريع. لو كتاسيس ده انفصال واضح. بعد ذاك المشروع معلش نسوقكم نقطه شويه كده. والله يا اخي اخونا بيبي في لايف مع احمد زنون جابوا الود اللي اسمه سامي الشايقي ولا سامي الجعلي في لايف كده وتموا به مشروع انفصال يا جماعه. الانفصاليين حاليا ناشطين وبيقوموا بيسووا دايرين نفصل في الساعه دي بالذات. ليه؟ لانه في حاجه اسمها البري فرونتال كورتكس، دي الجبهه الاماميه المسؤوله عن النورماليزيشن. شوف في يوم من الايام كانت المثليه عيب عندنا، مع الاعلام والدعايه والفنانين والدراما والحاجه دي بقينا حاجه عاديه ومن حقهم يحترفوا بحقوقهم والدول بقت تحترمهم. ليه؟ لانه الموضوع ده بقى طبيعي. هسه حاليا مشروع الانفصال الماشين ده بقى طبيعي، الموت بقى طبيعي، الدم بقى طبيعي. دي الحاجه اللي بقت عندك انت كانسان سوداني. بالنسبه لي حاليا انا ما بقول انه الحركات المسلحه تمشي الغرب نهائيا. القاعد في بورسودان خليه في بورسودان حتى لو كان في مفاوضات ولا الابواب، لانه انا بالنسبه لي اخر ارتكاز بالنسبه لانفصال الدوله السودانيه هو القوات المشتركه. شفت دي لو اتزحزحت او ابيدت او طلعت من بورسودان بصفه عامه او طلعت من المركز بتاع الحكومه رجعت الغرب، سلام عليكم سودان جماعه، امشي شيلوا تفاصيلكم، شيلوا بوقتكم ونلتقي في الحلقه القادمه يا مان. دي دولتنا، خدينا حدودها، رسمنا حدودها، امشوا تموا برنامجكم. الجماعه ديك والله امشوا قاتلوهم يا زول. والدعم السريع مع القوات المشتركه دي حرب بتاعت انسحاب بالنسبه للطرفين. الدعم السريع حيموتوا منهم ناس، المشتركه حيموتوا منهم ناس، والجماعه هناك بيتفرجوا. فانا بالنسبه لي احنا كشباب حاليا، الشباب اللي قاعدين في المنصات دي كلها، ترفض المشروع الانفصالي بكل انواعه حتى لو ما كان عندك القوه العسكريه. بالنسبه لك فكره انفصال الدوله السودانيه دي ده ماشي طبيعي، ده ماشي طبيعي نهائي. لانه واحد احنا عندنا بلد ودارين نحافظ على كتكتل كلنا كده كسودانيين، يعني بمختلف الواننا واشكالنا وسحناتنا والحاجه دي. بعد ذاك والله برضو يا اخي انا والله الحركه الشعبيه كنت يعني متامل فيها خير جدا يا مان، لكن برضو فيها امل، برضو فيها امل انه تثبت الدوله السودانيه، لانه عندك سنار باعتبار انها زي الوسط كده اللي شامل بين الاثنين دول. فهم لو رفضوا انهم يمشوا مع تاسيس بشكل انفصال دوله، برضه حيكون عندك قوتين. عندك برضه عبد الواحد حاليا في الوضع بتاع الحياد ده، برضه ممكن يشكل قوه ضربه. يا جماعه اقسم بالله اسمع، الحركات اللي عندهم سلاح والقوه الثوريه يا جماعه دي قوه ضاربه ممكن تحتل افريقيا عديل. خلينا تمنع انفصال، لكن ده منه البضع مشروع موحد، ده منه اللي بيترك الايديولوجيا، ده منه اللي بيترك الاطماع الشخصيه. يا مصطفى اشتغلوا على الحاجه دي، اشتغلوا على الحاجه دي، اشتغلوا على الحاجه دي. ما في حرب تخش باسم قبيله، الحرب كلها تخش باسم انك انت عندك بلد دار تثبتها، عندك جنجويد دار تهزيمهم، عندك مثلا زي ما بيسمون انتم النخبه دارين تطلعوا منهم السلطه، دارين ما يفصلونا، دارين ما يسوونا. لانه انا بشايفها بالطريقه دي مشروع انفصالي بحت. في ناس يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي والله منها انا كمان كنت بشوف من اكثر القادات المحنكين. يا اخي انت كيف داخل السلطه وداخل المركز والناس دي بيدقوا وانت واقف، انت برا السلطه، انت برا المفاوضات دي، انت برا. كيف يعني مثلا احنا ثلاثه فرد لو دارين نعمل شيرنينج بتاع فته، انا بكون عارف الفته دي فيها شطه ولا فيها زيت ولا فيها شمار، وبكون عندي راي ذاته انه انا ما باكل شطه ذاتي. يعني ده احنا كاصحاب كده. خليك انت كزول عندك قوه عسكريه ضاربه، عندك شباب تقول لهم اكلوا النار باكلوا عليك. ليه؟ لانه ما في شفافيه. حاليا انا بشوف انه مناوي ما ده الوقت اللي يتمرد فيه، لانه هم دايرين مناوي يتمرد عشان يقولوا ايوه شايفين ده الطبع بتاع الحركات المسلحه، الغدر والخيانه، وده طبع الناس اللي بيجوا من دارفور كلهم بيتمردوا على السلطه وما دايرين انكم يمشوا يا مان. دي المحاولات الاخيره الاستفزازيه لمناوي ولجبريل ولمالك عقار، باعتبار انه مالك عقار ما عنده جيش، لانه دمج جيشه مع المؤسسه العسكريه، ودي دوشته الكبرى. حاليا الناس الانقسنا باعتبار انهم عصفوره في كف طائر، عصفوره في الطفل مثلا على فكره عند المسار عند الجيش خلاص 100% لكن ما بنفس الكتله الضاربه ديك، باعتبار انه دمج جزء كبير منه في الدمج والتسريح. فبس دي الثلاثه خانات. مالك عقار بيعتبر انه من اقليم الانقسنه،
والاثنين جبريل ومناوي الاقليم الغربي، وده الاقليم اللي انا بشوفه انه ده الجزء ده القلب النابض بالنسبه للسودان. ده القلب النابض، ما كلام عاطفي ولا دار اقبل ولا دار استعطف اي زول يا مان، لكن ده القلب النابض بالنسبه للسودان. فبس ده اخر نقطه عندنا، يعني احنا حاليا بقينا في مفترق طرق. ناس بيقولوا بل بس عشان يسوون الانفصال، ناس بيقولوا دايرين سلام عشان المواطن، ناس بيقولوا نتفاوض ونعمل هدنه مع تاسيس عشان نعترف بشرعيتها. انت بقيت عندك ثلاث احواض، تقيف مع ديل بيخونوك، تقيف مع ديل بيخونوك، تقول الحقيقه بيخونوك. فانا بالنسبه لي ده ما وقت بيدسوا فيه الراس ولا وقت بيدخلوا فيه راس في الرمله زي ما بيقولوا. حاليا انت عندك مشروع سايقينه انفصالي بحت، ناس بيدعمر وانت هناك زي ما بيقولوا امك في معسكرات والجنجويد في بيتها بدمر. شوف نفسك انت تعمل شنو، وشوف الخطوه المنطقيه وابدوا نفذوها مباشره. السلام عليكم ورحمه الله، اتمنى انه انت ضيف خفيف عليكم وقاعد سامعكم.